لا بجد فعلا كانت تايهة عنا فين الفكرة دي، ورهيبة فعلا بمعنى الكلمة. هنجيب شرايح كده من البتنجان وهندهن الطاسة بالزيت، وهندهن برضك شرايح البتنجان بالزيت، وهنشوحها بالمنظر ده كده على الطاسة. هتستوي معانا وهنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، وتعالى اقولك بقى هنعمل بيهم ايه. اهم حاجة تقطعي البتنجان بالطريقة دي شرايح كده طولية بالمنظر ده. هنجيب طاسة على النار، هنحط فيها شوية من الزيت او سمنة او ليا حسب ما انتي حابة، وهننزل عليها بربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنشوح اللحمة كده بسيط، نفكها من بعض وننزل عليها ببصلة مفرومة، وعليهم شوية رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ورشة من البابريكا، والقرفة والجنزبيل اختياري، بس عايزة أقولك القرفة ما بتبانش نهائي. لو هتقلقي منها لا ما بتبانش نهائي، وبتدي اللحمة المعصجة طعم مميز جدا، وبتخليها في حتة تانية خالص. جربيها مش هتندمي. وانزلي عليهم بمعلقتين كبار من معجون الطماطم، وهغطي عليها بقى وهسيبها على نار هادية تستوي تماما. هنجيب بقى صينية كده وهندهنها بالزيت، وهننزل فيها بشرايح البتنجان بالمنظر ده كده، وهنجيب اللحمة المفرومة ونعمل طبقة فوق وش البتنجان بالمنظر ده. هنجيب كمان جبنة موتزاريلا نحطها فوق اللحمة المفرومة. الجبنة الموتزاريلا اختياري، بس برضك هتفرق معاكي في الطعم جدا. ونرصها بالمنظر ده كده. بعد كده هنغطيهم بشريحتين تاني من البتنجان، وهنرجع نحط تاني برضو لحمة مفرومة. هنعمل 3 طبقات، ونحط برضو جبنة موتزاريلا. بعد كده هنغطيهم بطبقة تالتة من البتنجان بالمنظر ده كده. الطبقة الأخيرة دي بقى هنحط عليها جبنة موتزاريلا فقط كده فوق الوش تسيح عليها بالمنظر ده كده. هتحطيها بقى في الفرن، مش هتاخد معاكي 10 دقايق يا دوبك، بس الجبنة تسيح كده. زينيها بقطعة خضرة كده، وتفرجي بقى على طعمها عامل ازاي، وتقدمها لو عندك عزومة او حاجة تعملي بقى كذا واحدة. عايزة اقولك الواحدة كبيرة جدا ما تقدريش تكمليها، انت تقسميها نصين. لا رهيبة بجد. هوريكي كمان منظرها لما تفتحيها من جوه. لا رهيبة رهيبة بمعنى الكلمة، غير طعمها خطير. مش قادرة اوصفلك بقى طعمها عامل ازاي. بس عاملة ازاي تجنن. بس كمان لما تتفتح من النص الطبقات عاملة ازاي، حلوة قوي في التقديم، وبالذات لو عندك عزومة او مناسبة تبقى حاجة جديدة ومختلفة غير طعمها الخطير. بس من جوه عاملة ازاي. رهيبة رهيبة رهيبة، وسهلة وبسيطة، ما بتاخدش معاكي وقت نهائي. عايزة اقولك القطعة دي كبيرة مش صغيرة، يعني ما يقدرش شخص واحد يكملها. تقدري بقى تاكليها بالعيش. في ناس ممكن بتحب الرز جنب اي حاجة، تقدري برضك تاكليها جنب الرز، بس هي طبعا بالعيش حاجة تانية خالص. انا عن نفسي باكلها بالعيش رهيبة. بصي عاملة ازاي تجنن.